اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم زي الفل والورد والياسمين، أو صباحكم زي العسل. صباحكم كله خير وأمل وذكر من الرحمن. صباحكم زي الفل. تعالوا معانا فيديو جديد النهاردة، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعملي وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله، وجديد بعمله بإذن الله. معانا فيديو حلو أوي النهاردة، يا رب الفيديو يعجبكم. معايا هنا بقى كان عندي شوية بصراحة كركبة كتير في المطبخ. بصراحة كنت عاملة فيديو يعني من الأول، يعني كان هيبقى طويل عن كده، بس للأسف شغلت الفيديو والتليفون عملها معانا وفصل وأنا ما شفتوش. كنت لما الرخامات ولما المواعين معاكم، وعاملة شوية حبشتكنات كده حلوة معاكم. يعني أنا كنت لميت بقى المواعين دي كلها الأول. كان طبعا متعودين كالعادة في كل بيت بنلاقي كوباية يمين كوباية شمال، غطا يمين غطا شمال كده يعني. فكنت بادئه معاكم الفيديو حلو قوي ان انا بلم معاكم الرخامات وبظبط الدنيا، وجينا للمرحلة يعني اللي هو هنغسل المواعين دي. بس للأسف لقيت كل دوت مش موجود، فقلت خلاص هنبدأه من هنا تاني ونشغل على هذا الأساس. يعني كان كل حاجة بقى، يعني احنا هنقول احنا لمينا الرخامة، نظفنا الدنيا حوالينا، ظبطنا يعني حبة حبشتكنات كده حوالينا، وبدأنا نغسل في المواعين. هنا انتوا زمانكم بتقولوا ان انا بعمل ايه في الكوباية دي كانت اتقرت مني في الحلة، فقلت ده اتكسرت. انا اصلا كنت بغسلها وخايفة، بس الحمد لله ما طلعتش اتكسرت ولا حاجة. طلعت يعني الخبطة بتاعتها خفيفة، فما اتكسرتش ولا حاجة. هنا بقى اللهم صل على النبي، لميت كل حاجة. بصي ما خليتش حاجة، حتى اللي في الأوض، حتى مثلا اللي في الصالة، كل حاجة. بصي اما تيجي تقفي على الحوض يعني ما تحاوليش تلمي وانت واقفة. بصي لمي كل الدنيا الأول قدامك، وبعدين كده اقفي عشان ما تهيش، ما تحسيش ان انت بتبذلي مجهود كبير. لكن انت لو لما كل الدنيا هتحسي ان انت مش ما بتعمليش مجهود كتير. من الاخر مش عارفة انطق مش عارفة انطق الكلمة. اللهم صل على النبي، زيدوا النبي كمان صلاة. وكنتوا واقفين كده استغفروا وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني اتشجعوا كده واتشجعوا معايا. بصوا حد هيقول لي ما ينفعش انت مشمرة ايدك، او بصوا الدنيا ساقعة بأمانة، فعشان ان الهدوم تتبل مش هسيبها عليا. فكنت في مشوار وجاية، فشمرت ايدي، وبصراحة ما خدتش بالي الا في نهاية الفيديو خالص ان انا يعني مشمرة ايديا بالطريقة دي. فمعلش بقى سامحوني في الحركة ديت. بس والله انا مش قصدها، يعني بأمانة والله انا مش قصدها ان انا اقف كده. انا ما بحب، يعني على الاقل حاجة بتبقى يعني الكم نازل كمان شوية. بس للأسف هو جه معاكم كده بقى، فسامحوني المرة دي وعدوها لي. ما حدش يعني يكتب لي تعليق كده او كده. هيقول لك ايه اللي نقع الطماطم، يعني ايه اللي حاطط الطماطم ورا ديت؟ دي طماطم بصراحة انا جايباها للطبيخ، بس قلت عشان يعني وانا على مغسل المواعين لو فيها رملة او فيها حاجة تكون نزلت، فحط عليها شوية مية حواليا وسبتها. قلت اما اخلص الدنيا كده حواليا يعني هفرمها واعملها معاكم. بصوا حد هيقول لي انت سايبه البوتاجاز كده، والله هو مش متسخ، يعني مش ده مش حاجه، يعني مش دهون لازقه عليه. شايفين انا ما بدعكش ده، هم يعني انا حطش حتى لا بتاع مزيل الدهون ولا حاجه. ده هم يعني كان شاي فار، اللبن فار كده، فولعت البوتاجاز فقام عامل الحرقان ده بس. لكن انا ما بدعكش، هو مجرد بس ان انا بشيله بالسلكه فبيقوم نطفان على طول، لان هو الحمد لله مش معلهوش حاجه محروقه. حد هيقول لي العين اللي ورا ديت، هقول له هي ما اتحرقت، يعني كنت مولعه حاجه والنار علت قوي فحرقت الستيل ده، فمن يومها بصراحه ما اتظبطتش. كده نضفنا البوتاجاز ونضفنا المواعين. شايفين هنا بقى الشاي اللي انا بقول لكم عليه كان وقع مني، كان الحمد لله كوبايتين بفرغ كوبايتين شاي، قاموا الكوبايتين طاق. واصلا كان الشاي قبلها فاير على البوتاجاز، فقلت الحمد لله ان هو ما تشربش. يعني منه فار على البوتاجاز ومنه الكوبايات ما شاء الله قامت طاقه مره واحده. قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ملناش نصيب فيه.
فبصراحة ما غسلتش، يعني ما غسلتوش في ساعتها او سبته، يعني برضو النفر لما بتبقى حاجة زي كده فمزاجه بيبقى وحش، فقمت سايباه وقمت داخلة بصراحة، قمت خارجة من المطبخ ما عملتش. فقلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فجينا بقى تاني يوم، طبعا مش هنسيب حتتنا كده. كنت جايبة شوية خضار بصوت كده من السوق، فبصراحة هي مش تسويقة كبيرة قوي، فعشان كده ما عملتش عليها فيديو. يعني كان فلفل، طماطم، يعني حاجات خفيفة كده، ما تستاهلش ان انا اعمل عليها فيديو يعني. فقلت خلاص انا يعني ايه هبدأ معاكم كده بايه بالحاجات يعني ايه اللي انا عايزة اعملها وخلاص. يعني هقضي يومي عادي، يوم ست بيت في اي بيت في الدنيا موجودة، بنعمل كل ده كل يوم، ده العادي بتاعنا. ما بن مثلا مش بنزوق الكلام، مش بنعمل حاجة، لا هو ده اليوم العادي بتاعنا. احنا بنقوم من النوم نمشي ولادنا اللي رايحين المدارس، اللي وراها حاجة بتعملها، او الست اللي ربنا يعينها وقويها يا رب بتخرج تشتغل. فيومنا عادي جدا خالص. هنا غسلت الفلفل وحطيته يتصفى، وغسلت الطماطم، وطبعا الصينية بتاعتي كمان بدها شطفة بالمرة بقى، من واقفة على الحوض أشطب كل اللي عاوز ايه على الحوض، عشان بقى ايه نخلص ونعمل غدانا. يعني احنا نعمل الغدا برضك معانا النهاردة في الفيديو. هنا هفرم بقى الايه الطماطم. دي بتاعت بقى الايه، انا جايباها بصراحة من السوق، حلوة قوي قوي قوي. بصراحة لو انت بتحبها الخزين اللي انت بتعمليها ديت، هي حلوة دلوقتي وسعرها معقول، رخيصة. في ناس بتبيعها بخمسة، في ناس بتبيعها كيلو ونص ب10، على حسب ما انت هتجيبيها من اللي انت بتتعاملي معاه. حلوة جدا وسعرها الوقت معقول. ممكن تجيبي لك حبة تخزنيهم، او عداية لو انت من النوع اللي بتحبي تخزنها كتير، ممكن تجيبي لك عداية على حسب امكانياتك طبعا. بس انا بصراحة ما بجيبهاش عداية للامانة، ما بجيبشهاش كده. انا مثلا كل ما ببقى في السوق مثلا بجيب ب20 ب30 بس، وبعملهم كيسين، مني بطبخ منهم ومني بقى ايه بحطهم كده. انا بصراحة فرمتها وظبطتها وصفيتها وخليتها زي الفل، والبوتاجاز مغسول والرخامة عندي خلاص اتمسحت وبقت زي الفل. هنا هحط لها ايه، هحط لها 3 معالق سكر ومعلقتين 2 ملح بس، وهسيبها بقى مع نفسها. ممكن لو عايزة تحطي زيت حطي، ما انتش عايزة ما تحطيش، دي حاجة براحتك انت بقى. هنا بقى كان بعد وقت بصراحة، قعدت شوية، يعني أنا كنت نضفت المطبخ وسبت الطماطم على البوتاجاز وقعدت شوية للأمان. هنا بقى هنعمل غدانا، غدا خفيف وسريع كده ليا وللولاد. جبت كيلو مكرونة وسلقته وظبطته كده، وطبعا احنا فرمان الطماطم معروفة يعني. جبت بس قرن فلفل سبايسي بقى بارد زي ما انت عايزة، تبع ما انت بتحبيه. اديله بس تشويحة خفيفة خالص كده في المعلقتين الزيت اللي احنا حطيناهم، بس خفيفة خالص. عايزة تحطي توم حطي، عايزة تحطي بصل حطي، بس انا للأمانة لا بحط دي ولا بحط دي. انا صلصة المكرونة مش بحط عليها اي حاجة خالص، لا توم ولا بصل. اهيت مسكت بقى، قلبتها تقليبة حلوة، وهنبهرها بقى البهارات بتاعتنا: فلفل اسود، حبة كزبرة ناشفين، حبة شطة، على حسب الشطة بقى. لو ما بتحبوش الشطة استغنى عنها، بس حطي شوية كزبرة ناشفة بتدي للمكرونة طعم تحفة. الكزبرة الناشفة في جميع أحوالها زي العسل. بصوا هو كان بقى هنا الكهرباء قطعت، ففي الفترة دي كانت الكهرباء قطعت، فهي جت بقى وأنا بجهز وأنا غرفت الغدا كده بقى. وأشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة. يا رب الفيديو يعجبكم.